السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير وصحة وسلامة ورمضان كريم عليكم. واليوم حضرنا لكم هذه اللقيمات الجميلات اللطيفات. شوفوا على المنظر، العين تاكل قبل التم، بما انه صايمين لازم العين تاكل قبل التم. زين، ها شكلها وهذا منظرها معسلين ومقرمش. شن هاي الغزل؟ زوجي ما تغزل بيها اليد، راح تغزل حتى اللقيمات خجلت قامت تنقط شيرة. هاي جديدة يوم الغزل. وقبل لا نبلش بالفيديو اكو فد قناة حلوة تحدثني، قالت راح اسوي القيمات بطريقة سهلة وبسيطة واحلى من عندك راح تطلع. والله راح اشوف يا حبيبة قلبي منو احلى القيامات، راح اكتب لكن قناتها بصندوق الوصف، وانا همي انا راح اشوف القيامات احلى من عندي، خاص تطلع احلى من عندي واتفشر وياكم. بنات القيامات تخبل مقرمشة، قرمشتها تدوم لمدة يومين يعني عن تجربة، وإن شاء الله تجربونها، وسهلة وبسيطة وتخبل لذيذة جميلة. والبطون تتألم والكرش قصدي والبطن أكيد راح تتألم، وراح تشوفون الطريقة مالتها كل طبعا طبعا هاي الطريقة كل رمضان أسويها. هسه راح نبلش بالطريقة وياكم وقبل كل شيء طولنا لايك والاشتراك يرحمكم الله. هسه يا عزيزتي المقادير، نحتاج كوبين مع الطحين، شنو من الطحين، وملعقة خميرة، وثلاث ملاعق ماء نشا، وملعقتين حليب، وملعقة سكر، وملعقتين زيت، وماي اضيفا حاليا كوبين. بعدين نشوف القوام العجينة، راح اخلطها لحد ما تتجانس عندي. وعندي هنا بوتيتاية مهروسة، بوتيتاية قصدي سالقتها، تقريبا بها 3 ملعقة اضيفها لانها سر القرمشة. واللي دائما اسوي انا بهاي الطريقة القيامات انه اضيف لها بوتيتا، البوتيتا تخليها كلش مقرمشة وتدوم لمدة اطول. دائما اعتمد انا على هاي الطريقة. ايش قد ما بيش هرسي البوتيتا. طبعا القوام صارت عندي خفيفة، فضفت لها طحين مرة ثانية لحد ما احصل على القوام اللي اريده. يعني ضفت انا تقريبا 3 ملاعق اضافية لحد ما شفت العجينة اللي اريدها المطلوبة. شلون اعرف انه العجينة يعني قمت اعجنها بيدي حتى تمرد عندي البوتيتا. والافضل لك انه البوتيتا تخلطينها بالخلاط، طبعا اضيفي لها شويه ما تخلطينها بالخلاط. ضفت لها بعد انا طحين حتى احصل انه الكره تصير هيك بيدي. شوف شلون اعصرها تصير هيك بيدي. وبعدين همي انا من تختمر راح تثخن عندي. هسه حيوات الشيره خاف سألني على الشيره. هنا 3 اكواب سكر، و3 اكواب ماي، وملعقه الليمندوزي. راح اخليهن على النار يقلبن، وضفت لها طبعا نكهة الفانيلا حتى تصير عندي نكهة حلوة. اخليها تقلب على النار لحد ما يصير الفقاعات ملاتها ثقيلة، يعني تصير ملاتها ثقيلة. ومن تبرد تصير قوامها قوام العسل. يعني همي انا ترى اذا الشيرة خفيفة راح تعجن عندك بسرعة. كل ما كانت تخينة كل ما انه تحصلين على يعني باي حلويات. اذا كانت خفيفة راح تخرب عندك الحلويات. هنا عندنا كيس مال فاصوليا، جايبه بيه ربع فاصوليا، ربع عدس، كون كيس ثخين يعني النايلون يعني قوي. ضفت مقدار وحركته حتى تطلع الفقاعات. قصيته بثقب يعني متوسط زين. وعندي هنا كوب زيت تارسته حتى اقمس بيه المقص حتى ما يلزق عندي. واقوم اسوي بهاي الطريقة زين، تطلع عندي دويريات حلوة ومضبوطة. قبل كنا نسوي بخاشوقة فتطلع عندنا اشكال هندسية ما يظل رجل فضائي ما يصير بالتشكيلة. بس هاي الطريقة راح يصير عندك كويرات حلوة. اقعد احرك بين بيض 5 بلف حبيبتي لحد ما يبلغ نص استواء، واشيلنهن واحطهن بغير ماعون يعني او كاس او شيء او ما اعرف شنو زين. واكمل باقي الكمية كلها على نص استواء. ليش؟ من خلص باقي الكمية زين كلها خلصتها راح ارجع اقليها مرة ثانية واترس التاوة ترس حتى شنو اضل نبق شوية بلش لا تقلب بيها باستمرار تحصل على لون واحد. هاي الطريقة راح تخلي قرمشتها تخبل زين. يعني انا خلصت كل المقدار على نص ورجع مرة ثانية اقلي. خلصت كل المقدار
زين. شفتي يعني هذا ضفته آخر شي، ضفته كله وظل أحرك بيه. من كمل عندي ضفته للشيرة وأحركه بالشيرة هيج تحركتين وأشيلنه. هاي الطريقة عندنا حبيباتهم إن شاء الله واضحة ومفهومة. اشرح لك مرة ثانية انه انا قليته كله على النص وبعدين رجعت مرة ثانية قليته حتى يحصل على لون واحد. وهذا كمل عندنا وهذا شكله وهذا منظره، وان شاء الله تجربينه بحذافيره. والمقادير راح اكتبها ايش بصندوق الوصف، مقادير كلش حلوة ومقرمشة وتدوم يومين مقرمشة. إذا عجبك لا تنسينا باللايك والاشتراك بقناتنا الحلوة الجميلة حتى ننزل وصفات حلوة. ومع ألف ألف سلامة.